يعني بتصور انه نقطة بظل الظروف اللي نحن عم نعيشها، نقطة يعني ثمينة بالنسبة لنا. طبعا كنا نحن نطمح لثلاث نقاط، بس شفت الجول اجى من خطأ دفاعي. طبعا بالنسبة للتعاون تغيروا عدة لاعبين مثل ما بتعرف، يعني أكثر من 10 لاعبين، يمكن التشكيلة الأساسية ما في منها غير لاعب أو لاعبين. طبعا التجانس والانسجام بده فترة، لكن أنا بقول لك إنه نحن أول فترة من الموسم أدينا بشكل جيد، لكن آخر مباراتين هن نجران والاتفاق ما أدينا بشكل جيد، والفريق فقد ثقته بنفسه. طبعا اليوم أنا برأيي إنه الفريق أدى ما عليه. ان شاء الله تكون بدايه الرجعه لنادي التعاون. عندنا مباراه هلا مع النصر اليوم، نحن طبعا الحمد لله راضيين عن النقطه. ان شاء الله لعبه النصر هي لعبه بارضنا وبين جمهورنا، نتمنى من الجمهور انه يعذرنا، وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه. وانا بقول لك التعاون قادم بقوه باذن الله. يعني وش اللي تعانوا منه يا كابتن؟ طبعا انا قلت لك يمكن الانسجام شوي، وبحسن بقول انه في بعض اللاعبين فقدوا ثقتهم بنفسهم شوي بظل النتائج، إن خساره خساره خساره. في لاعبين شوي الثقه بانفسهم يعني نقول انه نزلت شوي، لكن بنقول نحن اليوم ان شاء الله راح تكون البدايه. وكنا بصراحه عايشين تحت ضغط وعايشين بظروف ما هي منيحه. ان شاء الله هلا تكون نحن مثل لك بدايه الرجعه، وان شاء الله نقطه ثمينه باذن الله اليوم راح ترجعنا هي لمباراه للدوري بشكل جيد. وان شاء الله لعبه النصر راح تكون ان شاء الله رجعتنا الحقيقيه بارضنا وبين جمهورنا. يعطيك العافيه كابتن عبد الرزاق. الله يسلمك. شكرا عبد الرزاق، شكرا لكم مشاهدينا. تفضل عبد الله. لا انا الحين صرنا انت المفروض تتقابل معي، لان انا جوا المكس زون الحين. انت الان جوا المكس زون. يعطيك العافيه عبد العزيز.